ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده، الفيديو ده بيبقى يعني خطة الانقاذ كده لكل طلبة الثانوية العامة. فيديو النهارده هيتكلم عن الفترة اللي احنا فيها دلوقتي. الفترة دي من كل سنة تبقى الفترة الأصعب والأتعب نفسيا، ويعني الضغط فيها بيبقى لا يوصف. كل ده بيبقى في الفترة دي من كل سنة. ليه؟ لأن الفترة دي في الثانوية العامة تبقى فترة المراجعات، لم التراكمات، اللي ما فتحش المنهج بيفتحوا، الشوامل، درجات الشهر اللي زي زفت. كل ده هنتكلم عليه في فيديو النهارده، وهقول لك ازاي تتخطى وازاي تحول نفسك من واحد مراكم كتير لواحد طالع من الاوائل. فلو مهتم بالفيديو كمل الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان تشوفوا كل جديد، تعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لكل طلبه الثانويه العامه، وتنضموا لجروب التليجرام لان هنزل لكم عليه كتب المراجعه كامله. اي كتاب هتتخيلوه هنزل لكم على الجروب ده، وهنتكلم على الجروب وهنعمل قصص على الجروب وهنعمل تاسكات كده للي مراكم واللي موقع حاجات. كل ده هيبقى على الجروب. بس علشان نبدا في كل ده لازم يبقى في عدد على الجروب، لان انا مش هخش اكلم نفسي. اوكي، يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف الفيديو ده بيقول ايه. يلا بينا. النهارده بيتكلم عن تراكمات الثانويه العامه او الفتره دي من كل سنه. الفتره دي بتبقى الفتره الاصعب على كتير، وحاجات كتير جدا رخمه، وحاجات كتير جدا بتتعب نفسيتكم، سواء بقى طلبه سواء اهل سواء كل حاجه. انا مقدره كل ده وعارفه ان انت مضغوط من المدرسين ومضغوط من اهلك ومضغوط من نفسك انت، لان انت دلوقتي بين حلين او بين خيارين: ان انت مراكم ومش قادر تكمل، او انت مضغوط فمش عارف تكمل. فانت دلوقتي حاجه من اتنين: يا اما انت واحد كنت داخل الثانويه العامه دي كويس جدا 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 وجيت دلوقتي ونمت، حد كان داخل الثانويه العامه كويس جدا 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 ونمت دلوقتي، او انت حد اصلا من الاول داخل مش في دماغك انا هعدي والدنيا هتبقى تمام. ففي الحالتين انتوا دلوقتي اتسويتوا. ازاي اتسوينا؟ لان اللي داخل مش في دماغه ما ذاكرش، فطبيعي مش عارف المنهج بيتكلم عن ايه، او اللي كان داخل كويس نام فسقط حاجات كتير. الحاجات دي اثرت معانا. فاحنا هنبدا كده، هنكتب حاجات هنحلها مع بعض، او هنقول كل مشكله وحلها. اول حاجه انا محتاجه منك نوت بوك او كشكول وقلم. دول لازم يبقوا معاك الفتره دي، لازم يبقى معاك كشكول وقلم، لان الفتره دي معتمده على التخطيط. اول حاجه جدول الثانويه العامه نزل، تمام؟ ففي طلبه كتير جدا شايفاهم بقى انا في الكومنتس على الفيسبوك وعلى الانستجرام وكده كاتبين الجدول مش حلو، الجدول رخم، ومعترضين بقى ومضيعين وقتهم في الاعتراض على الجدول. فانا عايزه اسال سؤال بس: هل انت الوزير مستني رايك عشان يغير الجدول؟ بجد والله، يعني انت الوزير مستني رايك انت عشان يغير الجدول، او بينزل الجدول وبينزل لكم اسك يا شباب الجدول عاجبكم ولا لا؟ فبياخد بقى بالفوت الاعلى، اللي هو انت الجدول تمام فانت هتاخده، الجدول مش تمام لا احنا نغيره عشان الطلبه مش عايزين. اكيد لا، نزول الجدول ده بقى امر واقع عليك. فالشطاره ان انت تتعامل مع الامر الواقع وتنجح فيه. ازاي بقى؟ ان انت الجدول نزل، فانت الجدول فيه حاجات معينه مش عاجباك، في مواد نازله صعبه مش عاجباك، فانت الشطاره ان انت ترتب اولوياتك وتشوف المواد الصعبه اللي مش عاجباك تعملها في بدايه اولوياتك المذاكره. تمام؟ تاني حاجه انت محتاج تنظيم 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 تنظيم. محتاج تعمل ايه؟ محتاج نوت بوك وقلم، وتبتدي تظبط مذاكرتك بشكل اسبوعي. تعمل مذاكرتك بشكل اسبوعي. لو انتوا عايزين جدول للاسبوع، كل اسبوع مذاكره نعمله ونعمل تاسكات وننزلها على الجروب، قولوا لي وانا في الكومنتات تحت وانا هعمل لكم الكلام ده، وهنزل لكم جدول اسبوع هنلم فيه التراكمات وهنراجع وهنعمل كل حاجه لو انتوا حابين. تمام؟ فده هيعتمد على ارائكم ان انت تقفل منهجك صح. يعني المواد اللي واقعه منك او المواد اللي انت مش متظبط فيها تبتدي تراجعها، ترتبها في الجدول زي ما قلنا وتبتدي تراجعها، تذاكرها، تجيبها من الاول. في ناس هتقولي يعني انا هذاكر المنهج كله من الاول. لا، مش هنعمل كده، احنا اصلا مفيش وقت. احنا محتاجين على نص 4 او اول 5 بالكتير نكون مخلصين المنهج، لان انت الفتره الجايه هتخش فتره مراجعات، فمش هينفع ان احنا نبدا من الاول. انا قلت لك في امل، في فرصه، بس مش فرصه قوي كده. لا، احنا محتاجين ان احنا نلم الدنيا. طيب هنعمل ايه؟ هنقفل منهج صح، هنبتدي نكتب في النوت بوك الحاجات اللي واقعه مننا ونبتدي نذاكرها. هنذاكرها ازاي؟ احنا هنراجع على الدرس، وهنعمل كده مهام كل يوم كل اسبوع، ونيجي اخر الاسبوع نراجع بقى. احنا الاسبوع عندنا هيبقى 6 ايام. ايه ده الاسبوع 7؟ لا 6. ان انت اليوم السابع هتاخده فري، يعني مش معقول انت هتذاكر السبع ايام ومش هتتعب، لا هتتعب. فاحنا الاسبوع السابع هناخده فري، اليوم السابع قصدي هناخده فري. فاحنا الاسبوع عندنا 6 ايام،
سبت حد اتنين تلاتة اربع خميس، الجمعه فري. اوكي تمام. هنبتدي نذاكر ونعمل اللي علينا وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي وهنرتبها مع بعض. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا هنبتدي نعمل الجداول ونمشي عليها. طب لو احنا ما مشيناش عليها هيبقى في عقاب. العقاب ده هيبقى عباره عن ايه هقول لكم في الفيديو الجاي. جدول بس لسه طبعا بالليل. طب يا ياسمين دلوقتي احنا الاولويه عندنا هل هتبقى للمراجعات، لان في مدرسين بداوا يحجزوا مراجعات وكتب المراجعات نزلت، هل هتبقى الاولويه للمراجعات ولا لم التراكمات؟ السؤال ده برضو مهم. الاولويه هتبقى للتراكمات، لان المراجعات انت تخيل انت داخل مراجعات والمدرس بيشرح جزئيه المفروض ان انت حافظها او فاهمها، فهو بيراجع بشكل مختصر. فانت ما تقولش انا هلم التراكم من المراجعه، لا اكيد في تريكات وحاجات كده المدرس مش هيقولها في المراجعه. فانت الاول انت هتلم التراكمات بتاعتك وتبتدي تلم حاجتك كلها وتجهز نفسك لحل الشوامل. محدش يقول لي الشوامل مش من دلوقتي، لا الشوامل من دلوقتي. كل ده تظبط نفسك عليه علشان لما تيجي المراجعه تبقى انت تمام. عادي لو المدرسين بدأوا مراجعات وانت لسه بتلم المنهج ما تتوترش، عادي انت لسه معاك وقت. راجع وخلص حاجتك ولم تراكماتك وبعد كده نبتدي نراجع مع المدرس. بس اهم حاجه تكون انت لميت كل ده، كل حاجه اتلمت. بعد كده نبتدي بقى نشوف المدرسين وصلوا لفين، عملوا ايه ازاي، عادي. وهنبتدي نجيب الكتب وبرضه هنزل لكم فيديو عن افضل الكتب للمراجعات اللي هتلم لكم كل حاجه وهتبقى فيها افكار مختلفه. تمام. عايزاك بقى بعد كده تحل شوامل. طب يا ياسمين ما هو انا هحل شوامل منين؟ من كتب الامتحانات؟ لا، هتنزل تحت المكتبه اللي تحت بيتك هتقول لهم انا عاوز امتحانات ثانويه عامه بتاعت السنين السابقه. اي مكتبه هتلاقي كده في المكتبه بيبقى فيه امتحانات متدبسه متجمعه. الامتحانات دي هتاخدها هتحلها، هتحل امتحان واثنين وثلاثه وعشرة لحد لما تخلص. تيجي بعد كده لما ينزل جرنان الجمهوريه بيبقى فيه امتحانات شامله برضو تحلها. انا مش عاوزاك تسيب سؤال ما تحلهوش، حله كله، حله واغلط واعمل الغلط. بس اهم حاجه لما تغلط تيجي في ورقه زي كده تكتب الاسبوع ده انا غلطت في كذا والصح بتاعها كذا، تعملها كده. تيجي على مدار الشهر بعد ما تخلص هتيجي بقى تبص على الورقه دي هتلاقيها اتملت، انت تمام اكيد غلط. هتيجي على الورقه دي تراجع بقى تشوف بقى انت غلطت في ايه، طب الصح بتاعها ايه، لا كده انا عرفت، لا كده انا مش هغلط فيها تاني. تمام. بس اهم حاجه حل الشوامل. حل الشوامل ده عايزه اقول لكم ان هو يعني بيخليك تطلع من الاوائل، اقسم بالله. من كتر الحل انت بتفهم بتثبت هنا. التكرار بيعلم الشطار. نيجي بقى لاخر حاجه اللي انا كنت بقول لكم عليها لا وانا ما بفضلهاش وكده، بس دلوقتي بقيت بفضلها، وهي الدروس الاونلاين. الدروس الاونلاين يا جماعه كنت الاول بقول لك لا انت لو انت مش حاسس نفسك مش منظم ما تروحش اونلاين وكده. دلوقتي ما فيش وقت. انا كياسمين ما بفضلش ان انت تنزل دروس وسناتر ومروح وساعتين في المروح في الطريق في الرايح وساعتين في الطريق في الراجع وتروح تقضي كل ده وفي الاخر الاقيك ضيعت الوقت وترجع تعبان من الطريق فاتنين. انا مش عاوزاك كده، انا عاوزاك ان انت تقعد في البيت تاخد الساعتين بتوعك مع المدرس وتبتدي تحل، تاخد الساعتين دول وترجع تكمل اللي احنا متفقين عليه الاسبوع اللي احنا مكملينه، تذاكر تخلص تراجع. مش عاوزاك تضيع وقت الفتره دي، مش عايزاك تضيع ثانيه. الثانيه عندك هتفرق، اقسم بالله الثانيه عندك هتفرق. فيعني ان شاء الله خير، ان شاء الله كله هيتلم. انا عايزاكم بس تكتبوا لي في الكومنتات انتوا الدنيا ماشيه معاكم ازاي. عايزين فعلا نعمل فكره جروب التليجرام. هو اوريدي الجروب موجود بس انا ما بنزلش اللينك بتاعه على طول، فلو عجبكم الجروب هنعمله. لو عايزين الكتب اي حاجه محتاجينها اكتبوها لي في الكومنتات تحت وهنزلها لكم الفتره الجايه ان شاء الله. وبس كده كان معاكم ياسمين.